حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ عملت لكم الكيكه بقى اللي قلبت الدنيا. تحفه تحفه تحفه، انا بعملها من زمان، مطلق بقى عليها اسامي كتير. انا ما اعرفش هي دي اللي بيقولوا عليها مسخسخه ولا لا، وشويه فبلبن سموها القشطوطه و وليها طبعا اسامي تانية كتير. احنا مسمينها كيكه الحليب والكراميل عادي يعني. كيكه تحفه تحفه. انا هقول لك على الطريقه اللي بعملها بيها، انا بعملها من بدري قوي. الكيكه دي طريه بشكل غير طبيعي. عايزه اقول لك ان انا بعملها ببيضتين بس، من غير مكونات كتير زي ما بنشوفها. انا بنزل ببيضتين في البوله، وبنزل عليهم كده برشه من الخل، وكمان رشه من الفانيليا، وكوبايه الا ربع من السكر كده. بنزل عليهم كده بالتدريج، طبعا ده كله بضرب بالمضرب. وقبل ما اجيب المضرب كنت بضربها في الخلاط عادي جدا. هتضربيها بس وقت شويه كده لحد ما الخليط بتاعك يفتح، تقريبا دقيقتين تلاتة يعني، الخليط بتاعك لونه يتغير كده. وانزل عليها بنص كوبايه بس من الزيت. وانا الوصفه كلها بستخدم لها كيلو لبن، فانا جبت لبن عادي من اللبان وغليته، وحطيت نص كوبايه من اللبن، فاللبن كان لسه سخن. هنا معايا كوبايتين من الدقيق، نزلت عليهم بباكت كده من البيكنج باودر ورشه ملح. هنزل بنص الكميه بس واضربها كده مش قوي يعني، يا دوبك بس تختفي. وبعدين هنزل بنص الكميه التاني. طبعا لما بنحط الدقيق ما بنبالغش في الخفق كده، عشان ايه؟ الهواء اللي دخلناه ما يخرجش. بسباتولا كده او باي حاجه تقدري تقلبيها. انا بستخدم اكبر صينيه عندي، بدهنها كده بالزبده، وبعدين ببتدي احط الخليط بتاع الكيك بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا مش بحبها عاليه قوي، فالسمك بالنسبه لي كده حلو. طبعا مولعه الفرن على درجه حراره 180. هنخبط الصينيه كده خبطتين ثلاثه، او مشي فيها الخله لحد ما تاكدي ان ما فيهاش اي فراغات، عشان تطلع معاكي بالشكل ده. اخدت معايا 30 دقيقه في الفرن. بعد 30 دقيقه بصي عليها وشيكي عليها بالخله، هتلاقيها تحفه كده. شايفين سمكها ولونها حلو ازاي؟ نزلت عليها بقى بكوبايتين من اللبن. ما تقلقيش، ده وش اللبن عشان لبن بلدي. انا لقيت العبوه الكبيره دي، انا عاده بجيب الكريم شانتيه الخام. لقيت العبوه الكبيره دي، فهنجربها مع بعض، ومكتوب عليها ان هي تستخدم معايا كوبايتين من اللبن. طبعا اللبن حطيت فيه مكعبات من التلج كده، وابتديت اضرب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. تقدري طبعا تحطي كوبايه من الكريم شانتيه الخام، وتبتدي تنزلي عليها برضو باللبن لحد ما القوام بتاعك يتقل، وتشوفيها محتاجه قد ايه. طبعا الكريمه اللي انا حطيتها دي كريمه شطه محلى، فانا ما ضفتلوش سكر خالص. كده تمام، حلوه قوي. الكيكه بتاعتي طبعا قبل ما اسقيها باللبن كنت مخرجاها من الفرن قبلها تقريبا ب10 دقايق، يعني كانت بردت لان الجو ساقعه. هنزل بالكريمه كده، وهشيل طبعا معلقه كبيره على جنب عشان نبقى نعمل بيها الخطوط اللي فوق الوش. ساوي كده السطح بتاعك باي حاجه، اي حاجه عندك يعني، ظهر سكينه، اي حاجه تسوي بيها بالسطح كده، وتخلي شكله شويه مقرب للطبيعي. كده كده الكراميل هيداري كل ده. كيكه حلوه جدا، وبصي بقى مش مكلفه، عملتها لك ببيضتين بس وبنص كوبايه بس من اللبن والزيت. عايزه اقول لك اغلى حاجه فيها الكريم جانتيه يعني، وكيلو اللبن اللي جبناه. هحط هنا كوبايه من السكر في قلب الكسرولة كده، واول ما يبتدي يدي لون هبتدي اقلب فيه، مش هقلبه لحد ما يدي لون من تحت كده. بصراحه الكسرولة دي كانت ضيقه، لو عندك حاجه اوسع بس غويطه شويه اعمليها، او حاجه المونيا بتبقى افضل بكتير. بس الحاجات عندي اللي كانت مفتوحه هتطرطش، فانا استخدمت بقى الكسرولة دي. نزلت كده بمكعب زبده كبير ودوبته كده كويس، وايدي طبعا في التقليب مستمر. كوبايه من اللبن هنزل عليها بمعلقه نشا صغيره، وهدوبها، وبعدين هنزل بكوبايه اللبن كلها. تقلقيش من المنظر اللي هتشوفيه مع التقليب المستمر. افضلي قلبي قلبي. هيدوب بقى كل دوت، وهتحصلي على اجمل صوص كراميل هتجربيه تحفه. خلي ايدك بس على طول في التقليب. بصي قوامه يعني في منتهى الجمال. ما تزوديش النشا عن معلقه صغيره على كوبايه اللبن عشان يتفرد معاكي بسهوله. اتاكدي بس ان الصوص بتاع الكراميل برد تماما، عشان انا مره حطيته وهو سخن وكله دخل في بعضه، بقت خلطويطه بالصلصه يعني. اتاكدي ان هو برد، وما تحطوهوش ابدا وهو سخن على الكريم جانتيه. ابتدي تقلبيه كده بقى بالراحه لحد ما تبتدي تغطي بيه الصينيه كلها. ما تقلقيش من اي شكل هتشوفيه، كل ده هيتدارى وهتبقى شكلها تحفه. الكريم بقى جانتيه اللي حطيناه في الكيس، انا حطيته في كيس بلبن عادي، وفتحت له فتحه صغيره كده، ايدي مش مظبوطه قوي، وابتدي اعمل خطوط كده بالعرض. انا بعمل مسافه كبيره لاني هرجع تاني من الناحيه التانية هعمل خطوط عكس. بصي بقى شكلها حلو ازاي، زي الجاهزه بالظبط. شكلها حلو، لو عندك عزومه بقى او ناس او اي حد بتقدميها كده بتبقى تحفه بصراحه. طعمها بقى مش قادره اوصف لك طعمها عامل ازاي. في الوقت دوت هتدخليها بقى التلاجة ترتاح كده ساعتين، عشان كل حاجه تتماسك كده وانتي بتقطعي، ما يبقاش كل حاجه في بعض، وتبقى كل حاجه طبقه كده باينه ومنفصله، ما يبقاش كله سايح.
انا سبتها كده ساعتين، كنت بحضرها وانا بحضر الغداء، وابتديت اقطع فيها بقى بالليل. مش قادره اقولك على جمالها. هتتقطع معاكي بقى بمنتهى السهوله. شكلها حلو، بتغزل فيها بس شويه كده. شكلها حلو. لو انت لسه دلوقتي لحد دلوقتي بتشوفيني، اوعي تنسيني بقى في لايك وشير وكومنت حلو كده من كومنتاتكم الجميله. شايفين السمك بتاع الكيك اللي قلت لكم عليه؟ انا بحب السمك ده وما بحبهاش اعلى من كده. هي دي القطعه الكبيره اللي كنت بكلمكم عليها في اول الفيديو، اللي هي بمبلغ يعني عند بولبن. بس طعمها حلو جدا، بس وصفه بصراحه تستاهل التجربه، ومهما كان اوفر بكتير في البيت. يلا ما تنسيش بقى، لو انت مش مشتركه في قناتي تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه. وباي باي.